GTM أو Google Tag Manager دي أداة تتبُّع للأحداث اللي بتحصل على الموقع بتاعك، بتتتبّع وتسجّل وتتكامل مع أداة GE4 ترسل لها التقارير عشان هي ما بتطلّعش تقارير، هي بتسجّل أحداث. يعني عميل مثلًا دخل الموقع بتاعك وشاف مشروع معيّن في العاصمة الإدارية، أنت النهارده عايز تعرف هل حمّل البروشور، هل عمل scroll بنسبة 90%، هل ملى الفورمة بس ما كمّلهاش للآخر، يعني حَط كل البيانات بس ما ضغطش على إرسال الرسالة في الآخر. طيب هل هو ملى الفورمة بس طلّعت له error فما قدرش إن هو يتواصل معاك؟ طب هل في صفحة المشروعات أي أحداث أنت عايز تسجّلها وتتتبعها على سبيل المثال غير فورمة التسجيل، زرار واتساب مثلًا، أنت عايز تعرف كام واحد داس عليه وعايز تتتبع الناس دي وتعمل لهم حملة مخصوصة بس؟ بالبلدي كده هي أداة بتخلّيك تراقب وتحلّل كل تصرفات الزائر على موقعك، مش بس دخل وجا منين، لأ عمل إيه، ضغط على إيه، حمّل إيه، هل فتح الفيديو؟ طب أنت تصدّق إن هو بيعمل تتبُّع وقياس اتفرّج على كام ثانية من الفيديو؟ ده مش بيقول لك أنت عندك كام زائر ومهتم بمشروع معيّن في التجمُّع الخامس، لأ ده بيقول لك الزائر ده دخل على المشروع الفلاني عمل إيه، ده زائر مهتم والّا مش مهتم. ده عندنا في العقارات بيفرق كتير جدًا، 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 لإن إحنا في الغالب بنعمل حملات إعادة استهداف للزوّار اللي عملوا أحداث، للزوّار اللي هم تفاعلوا مع المشروع، مش اللي دخل بَص وخرج. يعني أنت عايز تقول لي إن عميل دخل على صفحة مشروعات التجمُّع الخامس بس ما اشتراش، ينفع تعمل له إعلان مخصوص؟ أيوه، وأقول له في الإعلان أنت لسه بتدوّر على شقة في التجمُّع؟ طب اتفرّج على الجولة الافتراضية في المشروع الفلاني، أو تعالَ معاينة مجانية في الوقت الفلاني، أو هادّيك الoffer الفلاني. أنت عارف أنت بتخاطب مين وعامل حملات إعادة استهداف لمين؟ للعميل اللي ما كمّلش الفورمة بتاعته أو واجه أخطاء وهو بيبعت، أو اتفرّج على فيديو لمدة 90 ثانية أو أكتر، أو عمل scroll بنسبة 90% جاب المشروع من أوله لآخره. ده اسمه عميل مهتم. يبقى أنا Google Analytics بيقول لي إن في 100 عميل دخل النهارده على صفحة مشروع فلاني في التجمع الخامس، بس Google Tag Manager أكثر احترافية، يقول لي لأ بس خلّي بالك بقى في 30 من ال100 تفاعلوا مع صفحة المشروع، عملوا 1 و2 و3، حمّلوا البروشور وملوا الفورمة وداسوا على زرار واتساب، بس أنا ما شُفتش الأحداث دي. آخُد بقى ال30 عميل وأبدأ أعمل لهم حملات إعادة استهداف. ملحوظة هامة جدًا، 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 الأداة دي عينك اللي بتشوف بيها كل حركة على الموقع بتاعك. شركات التسويق العقاري الناجحة بتعتمد عليها بنسبة 100%. ما فيش شركة كبيرة ولا موقع كبير ما بيستخدمش الGTM عشان هو ما بيبقاش عنده 33 عميل مهتم من ال100، هو بيبقى عنده 3000 عميل مهتم من 100,000 زيارة، فبالتالي لمّا يعمل إعادة استهداف بيقفّل بيع أكتر.